اهلا بيكم في تالت مره جايبينها من تحت. مش كل قصص النجاح بتبدأ من القمة، في حكايات كتير قوي ورا الكواليس محدش بيعرفها. احنا هنا جايبينها من تحت. ايه الاخبار؟ ازيك؟ كله تمام الحمد لله. عامل ايه؟ كله حلو، كله لذيذ. ايه بقى؟ ايه انتوا؟ ايه بقى؟ احكي لنا بقى ازاي بقى وكده الافلام جت ازاي معاك ايه الدنيا؟ والله بقى؟ الموضوع جه صدفه يعني جدا. انا كنت بلعب اوكي. يعني واحد بيحب الافلام. اوكي. في وقت كده كان وقت الكورونا، وقت الحظر، الناس كلها قاعده في البيت. فبدأنا نكتشف الحاجات اللي عندنا يعني. فبدأت ألعب كده على السوشيال ميديا، ستوريز، بدأت أنزل ستوريز، أسئلة، كان كونتنت، كان لسه أصلا مفيش حد يعني بيستخدم الكويزز أو البول والحاجات بتاعت الانستجرام دي في إن هي أسئلة، كانت كلها الناس بتستخدم في حاجات جد. كان لسه مفيش أصلا حد بيعمل ده. فبدأت أعمل الموضوع على الستوريز، كان لسه مفيش حد أصلا يعني يعرف إيه الأسئلة دي وإيه كانت أفلام وإيه الحاجات دي كلها. فكان ده الموضوع اللي بدأ منه القصة يعني كبداية الوقت الحظر، إن إحنا كنا بنعمل تريفيا. كنت بعمل تريفيا، كنت حاجة اسمها كنت مسميها كتاتني تريفيا. اوكي. كانت أسئلة بقى في كل حاجة يعني. كنت تخش، كان كل يوم من ساعة ما وقت ما جالنا الفيروس الكورونا في قعدنا في البيت، فبقى كل يوم بقى إحنا قاعدين زهقانين كل يوم بننزل كتاتني تريفيا. اوكي. بالسينما بس ولا لا، كان اغاني، كنا عاملين مثلا كويز لعمرو دياب، اغاني عمرو دياب كلها، كويز مسرحيات، مسلسلات، افلام طبعا كده كده. كنا ممكن عاملين مثلا كويز لاحمد حلمي، افلام كريم عبد العزيز. كان كل يوم في كونتنت بينزل بشكل انتنس جدا. بدا يبقى في اودينس بقى بتحب ده، بدا في ناس بتيجي تعمل فولو لكتاتني، كان لسه ما فيش كانت افلام يعني. بس مع الوقت بقى بدات يعني الموضوع بدا يتطور يعني. فقعدت مثلا بتاع سنه كده ولا حاجه، لغايه ما كنت شغال في شغلي عادي بالليل كده. فلقيت ان بسال سؤال بطريقه صايعه كده، اللي هو كان احمد السقا كان نفسه يبقى ظابط، بس هو طلع ظابط في فيلم ايه؟ احنا مش عارفين. فقمت عملت حطيته على بنفس الطريقه كده، حطيته على الستوري، وبدات اعمل بنفس الستايل ده اسئله كتيره بقى. اوكي. عن الافلام. انت اصلا بتشتغل ايه جنب افلام؟ انا مهندس اتصالات اصلا. انت بعيد خالص عن هندسه. فجأة دي. ايوه فعلا فجأة. فساعات الكابت بيولد حاجات كويسه يعني. فهي اتصالات بقالي كتير، انا سنه قديمه، بقالي 10 سنين هندسه. يعني خريج هندسه برضه. هندسه القاهره وقسم اتصالات، واشتغلت في التليكوم يعني مجال التليكوم بقالي 10 سنين. اوكي. وبعد كده في وقت كان عندنا اكشن بالليل كده، فقاعدين كنا برضه قعدنا بقى ما اللي حصل برضه يعني اللي خلى الموضوع يطلع بهذه الانتنس، ان احنا كنت بنزل الشغل، فبقى في وركينج فروم هوم. اوكي. ففي سنه فلكسبيليتي، انت بقى عندك بتعمل حاجه اللي انت بتحبها. الوقت مش ضايع كله في المواصلات، وطالع ضايع كله في الطريق في المشاوير. أيوة. فبقى عندك وقت سنه ان انت تعمل حاجه انت بتحبها. فعملت الموضوع ده في الستوريز، ومع الوقت بدات اطور فيه بقى في حته اللي هو طب احمد السقا. بدات عملت فورمات كان يعني كتاتني تريفيا، كان فيها حاجات كتيره قوي. أيوة. بدات اركز على حاجه واحده بستايل معين، باسئله معينه، اللي هو مثلا احمد السقا مات في فيلم ايه، كان نفسه يبقى ظابط في فيلم ايه، منى زكي كانت حامل في فيلم ايه. حاجات كده، حاجات سبيسيفيك كده. أيوة. فبقى دي اللعبه، بقى ده فورمات اللعبه، بقى ده ستراكشر اللعبه. فقعدنا نفكر طب هنسميها ايه بقى يعني. ما الناس الناس بدات بقى في اودينس عندي من كتاتني تريفيا اللي بقى لهم سنه بيلعبوا جم على اللعبه جديده. اوكي. وبرضه خلي بالك قبل كتاتني تريفيا كان في العاب كتيره برضه كنت بعملها انا واصحابي يعني. كنا بنروح لاصحابي، كان عندنا واحد صاحبي بنروح له البيت ده من زمان يعني، من بعد مثلا من 2016 لغايه وقت الكورونا يعني. احنا اللي حصل ايه، ان وقت الكورونا جت قعدتنا في البيت خلتني ابطل اعمل اللي انا كنت بعمله ده بقى. كنا بنعمل ايه بقى، كنا بنروح له البيت، كنا احنا مثلا 3 4 تمام، صحابي من المدرسه. اوكي. فبنخلص شغل وبنروح عند البيت ده، بنلعب بلاي ستيشن، نقعد عنده، بنعمل مش عارف ايه. فكان في لعبه كنت عاملها اسمها كانت في فيلم ايه. الناس اللي عارفيني من زمان بقى هتلاقيهم عارفين الموضوع ده. اوكي. كانت فيلم ايه دي لعبه كنا بنعمل ايه، بنمثل مشهد من فيلم وبنحطه في ستوري يعني. احنا كنا بنمثل حاجه كده، عارف زي في شو تشبيه بتاعت شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي. كانوا عاملين مسلسل كده، فاحنا كنا عاملين بس كنا بنعمل مشهد 15 ثانيه بنريكريته بادائنا احنا، بنمثله احنا وبنحطه على الستوري، والناس تكتب، بنحط اسك كده كانت فيلم ايه. فكان دي كانت لعبه، وكان في سيزون ليها يعني، كان في سيزون 1 وسيزون 2، كنا عاملين لغايه 6 سيزونز تقريبا.
اوكي. ده انتوا كملتوا؟ 6 مواسم اتعملت اللعبه دي، 6 مواسم. وكل موسم مثلا فيه بتاع كام مشهد، 8 مشاهد. اوكي. 8 مشاهد مختلفين. فبقى عندنا كونتنت اصلا، وعندنا ناس بتتابعنا. بس كنت بعملها لاصحابي يعني. الناس اللي عندي كانوا حوالي 500 واحد مثلا هم اللي بيلعبوا. وبدا ناس بتيجي بقى بتلعب اللعبه دي. بعد ما قعدنا عملنا كاتني تريفيا، وبعد كاتني تريفيا طلعنا بقى بالكونسبت اللي بقول لكم عليه ده، الالعاب اللي هو سميناها كتافلام. هي لما عملنا الاسئله دي انا احترت مش عارف اسميها ايه، وانا كنت بحب اسمي الالعاب يعني. كاتني تريفيا دي كان ليها اسم، كانت فيلم ايه دي كان ليها اسم. فلما جت بقى دي عايزين نعرف كان اسمها ايه. فهي جت كده في وقت شغل بالليل الساعه 4 الفجر، فاهم؟ وانا قاعد شغال بنزل اسئله. طب ما هي كاتا افلام، ما هي افلام وانا كاتا. اوكي. فطب ما كاتا افلام ما كاتتني، ما هي جايه من اسمي. وطبعا جت على اسم الدواء فقمت حاطط يعني ما هو ده بقى علاج بالدواء ما تعرفش. ما هو ده بقى على اسمك. ما هو كاتتني، ما انا اسمي كاتتني. وكان دايما اصحابي المدرسه كاتا، ايوه. ده اساسي كاتا ده المدرسه. طب انا خدت بالي ان انت يعني شخص محب للسينما والافلام. جداً. ليه ما اخترتش تدرس من الاول سينما ومعهد؟ ليه الهندسه؟ لا بس خلي بالك برضه انا يعني معلوماتي عن الافلام انا في اللعب بس، يعني كصناعه كدراسه يعني مش هتلاقيني في الحته دي قوي. يعني انا بحب الموضوع، شغوف بيه وعايز اتعلم وعايز اعمل ده. بس انا بحب الافلام، بحب اشوف الافلام. يعني انا حافظ افلام. في افلام انا اللي هو من كتر ما كان روتانا سينما بتشغل واي ار تي كانت بتقعد تنزل الفيلم 24 ساعه. فلا انا حافظ افلام. في افلام انا حافظها يعني هو انا ممكن اسمعها لك. طبعا هتقول لي فالموضوع ما كانش ليه علاقه بالدراسه. الدراسه هي كانت ماشيه لوحدها هندسه. فلغايه ما بقول لك يعني كل ده حتى بعد الجامعه يعني ما كانش يعني كان الافلام دي افيهات بيننا وبين صحابنا بس. ما كانش فيه لسه طلع الالعاب دي غير بعد ما بدات شغل يعني. بدات اشتغل، اطلع بقى العاب بقى خلاص الدنيا لذيذه بنعمل العاب انا واصحابي. عملنا كاتني تريفيا بعد كده سميناها كتافلام بقى واتعملت بقى بشكل اسم الدواء. أيوة. في الستوري وعملت كتافلام وفي الاخر نفذتها. يعني انت تحفه اتعملت كده. طب انت دلوقتي شغال وسط مجتمع الفن والفنانين وبتنزل انترفيوز وحاجات وكده. مفيش مره جات لك فرصه انك تمثل، او لو جالك فرصه انك تمثل هل هتبقى جاهز لخطوه زي دي؟ مش عارف، لا حاسس مش جاهز خالص. لا يعني لا. ليه؟ ما اعرفش، مش عارف. حاسس ان التمثيل ده ليه ناس يعني محتاج حاجات معينه. اوكي. يعني مش اي حد يمثل. ويعني دلوقتي بقى في ناس بتبقى اللي هي بتاخد ورش تمثيل وبتجتهد وبتعمل عشان تدخل المجال ده. بس انا بحس الموضوع يعني اكبر من كده بكتير. الموضوع مش سهل بهذه الدرجه. وكمان برضه خلي بالك يعني انا بحس ان شغل التمثيل اصلا صعب جدا. هو يعني شغل التمثيل الناس تقعد 18 ساعه وبايته في الشارع وقصص. أيوة. وممكن تقعد 3 شهور بتصور. فحاسس ده عكسي تماما، عكس شخصيتي يعني. لو انا ما تحبس لا انا عايز امشي. فحاسس لا يعني مش هو اصلا في يعني هو في صناع محتوى كتير بدأوا يخشوا فعلا القصه دي. ولما حسوا ان الموضوع بدأ يكبر وبدأ يجي لهم ادوار وبدأوا يطلبوا خلاص يعني خدوا الموضوع كتعليم بقى ان هم خلاص. ما بالظبط انت ما هي دي الفكره. انت محتاج، حاسس الموضوع محتاج فعلا دراسه جامده قوي. محتاج ان انت تبقى عندك قدره سكيلز عاليه قوي في ان انت تقف قدام كاميرا وتأدي وتعمل وتطلع مشاعر وتطلع حاجات. حاله الشخصيه ذات نفسها انا بعيش جوه حاله بالظبط. فانا لا انا حاسس ان انا اتفه من كده بكتير. انا سطحي جدا عن الموضوع ده. بس الكوميدي على طول يعني ممكن نشوف الموضوع ده. بس انا حاسس اتفه. خلاص هنرجع للانترفيوز تاني. خلاص لو انا مثلا قلت لك نعمل انترفيو بره مصر مع ممثل عالمي، حد عالمي، تعمل مين؟ ممثل ولا ممثله؟ الاثنين خلينا الاثنين. ممثل وممثله. ممثله حاسس سكارلت جوهانسون. ليه سكارلت جوهانسون؟ ما اعرفش، ما يعني دي حاسس انها كانت في وقت يعني زمان كانت هي دي الكراش بتاعتنا بتاعت وقت الطفوله. مش طفوله برضه، اللي هي مش يعني في وقت الجامعه، في وقت السن اللي هو اللي هي البنت الحلوه اللي أيوة. احنا كلنا بنشوفها حلوه. لا ده لو حد عالمي يعني. طب لو ممثل حاسس ويل سميث. طبعا رهيب. كان فينك مش كان في مش كان في البريمير كان موجود. انا قابلته في السعوديه في البحر الاحمر. كانش 7 دوجز. مش فاكر جه ولا لا. انا متهيألي ما جاش. لا ما جاش. بس قابلته هناك في السعوديه. قابلته صورت معاه. كلمتوا مع بعض بقى؟ لا ما كلمناش مع بعض طبعا. خدت سيلفي كده في السريع. لا هو كان معدي خدت سيلفي معاه. هو كان بياخد سيلفي مع كل الناس يعني. كان راجل محترم يعني. جميل.
ونقعد نلعب معاهم الالعاب. ما انا عملت لهم بقى، عملت السنه اللي فاتت عملت لهم لعبه مخصوص افلام انجلش، يعني بعد ما خلصت الافلام العربي عملنا واحده افلام انجلش. تحفه. بس انا حاسس انا بحب يعني انا بالنسبه لي بحب الممثلين المصريين او الافلام المصريه اكتر من الافلام الانجليش. يعني بحس ان السنس بتاع الافيه او الهيومر بتاع السنس اوف هيومر بتاع الافلام العربي احلى بكتير قوي من الافلام الانجليش. يعني الافلام الانجليش ممكن تلاقي فيها اخراج جامد جدا، طبعا. تمثيل فشيخ، بس الافلام العربي يا جماعه ليها وزنها كده في حته لوحدها. طبعا ليها يعني فاهم، يعني في افلام اللي هي انت ممكن تعيدها 14 مره وما يبقاش فيها منها اي حاجه غير ان انت بس قاعد مبسوط. انت مش كمان الافلام العربي يعني انت في افلام كتيره قوي من الالفينات عايشه معانا بافيهاتها، احنا بنهزر مع بعض بالافيهات دي بالظبط. لكن افلام انجلش هزر، فحتى لو فيلم ما فيهوش رساله ما فيهوش حاجه يا جماعه، هو فيلم بسطني فهو ده ولا الهدف بتاعه اصلا. بالظبط. فهي دي الفكره يعني. بس انت يعني كويل سميث وكسكارلت جونسون من دول لو جالك فرصه حقيقيه معاهم تعمل على طول لقاء، يعني اعمل اي حاجه اي حاجه على طول، هتلاقيهم من الالعاب دي على طول. اي حاجه مش هروح لهم على طول. جامد والله. طب احنا بنشوف ان انترفيوز ما شاء الله ناجحه وبريميرز كتيره بتحضرها كافلام بيكونوا موجودين فيها وكده، بس ايه الحاجه اللي انت كبقى فاوندر للحاجه دي اتعملت كافلام حسيتها اللي هي كانت يعني وحاجه ما كانتش متشافه ومحدش يعرفها، بس دي التيرنينج بوينت او السبب نجاح كافلام؟ هقول لك. يعني ممكن يعني خلينا نتكلم في جزئين، لان انت خلي بالك النجاح ما بيجيش مره واحده، صح؟ هو انا بيجي على مراحل. فانت كل فتره انت لو ما طورتش وما اجتهدتش وكملت مش هتنجح، مش هتوصل للنقطه اللي بعديها. فهو عباره عن يعني ايه اسمها تشيك بوينتس كده بتحصل. فهي دي النجاحات بتاعتك. أيوه. فانا حاسس ان لما انا فكرت اعمل من البدايه خالص في لعبه كافلام، انا كنت عايز اعمل حاجه مختلفه، يعني عايز اعمل لعبه ما تبقاش مجرد اسئله. فبدات احط تاتشات بقى، قعدت افكر انا واصحابي، يعني حتى كان اصحابي كانوا معايا، لو انا قلت لهم انا عملت لعبه ومش عارف ايه وكده، كانوا قاعدين اللي هو يهزروا ويضحكوا عليا وبتاع اللي هو ايه يا ابني، كلهم اصلا كلهم مهندسين فاهم. فلو انت بتعمل ايه لو انت ده فراغ ده قاعدين وقفه ناصيه كده اللي هو شباب واقفين عند كشك اللي هو انا عملت لعبه ونروح بالظبط. انت بتعمل ايه؟ فلما قلت لهم عملت لعبه فقعدوا بقى ايه معايا نفكر، طب انت يا ابني انت مش هتعملها اسئله بس، تعالى نفكر نعمل شو هنعمل ايه. فقعدوا يساعدوني الصراحه في الحته ان احنا نطلع كبوينتس بقى، نحط لها بوينتس ارقام سهل صعب، حطينا وسائل مساعده. فكانت من ضمن بقى الحاجات الوسائل المساعده اللي كانت صايعه جدا، وهي دي اللي فعلا حاسس ان هي كانت جامده، ان كنت حاطط رقم تليفوني. ايوه انا في اللعبه. ايوه فلما الناس بتجاوب بدا الموضوع ينتشر كده بقى، ان الناس بتتصل على رقم تشوف مين ده هيرد ولا لا ولا ايه ده. فالناس كانت بتتصل الساعه 4 الفجر، الساعه 12 مش عارف ايه، ارد عليهم ويقولوا لي السؤال مش عارف كذا اجابته ايه، اقول لهم الاجابه. فكان الموضوع كان عشان يكسب، ما هو الفكره ان انت لازم تجمع اكتر عدد بوينتس ويعليك وسائل مساعده تستخدمها. فده حاسس ده كان من ضمن التاتش اللذيذ اللي خلى اللعبه لحد ما تنتشر. بعديها ان انت بقى ايه، يعني ده خلي بالك الموضوع الرقم ده خلى هشام ماجد كلمني مره يا راجل والله العظيم. كنا قاعد عادي الساعه 2 الفجر، جالي تليفون على اللعبه اللي هو رقم اللعبه، فرديت عادي، قال لي الو ايوه معاك هشام ماجد. فانا فاكره بيشتغلني بيهزر، فايه اللي معاك هشام ماجد؟ فبيقول لي احنا بنلعب لعبه كافلام دلوقتي اهو، ومعايا اكرم حسني وشيكو وامير طعيمه وقاعدين في الساحل ومش عارف ايه وبنلعب اللعبه. قلت له انت يعني بتهزر؟ هو فعلا صوته، الفكره هو صوته هشام ماجد. انا هاجي لكم دلوقتي، انا هاجي لكم بنفسي، بعت لي لوكيشن على طول. فلقيتهم بيلعبوا اللعبه، فحسيت ان هنا دي نقطه نجاح طبعا، حاجه طبعا لذيذه طبعا. وكان بيسال سؤال، كان في سؤال بجد اللي هو كان بيقول لي دنيا سمير غانم كانت بتحب تاكل الحنيز في فيلم ايه؟ كان ده السؤال بتاع كانوا بيلعبوا اللعبه. هو بجد ما كانش فاكر الاجابه؟ هو ما اعرفش، انا كانش عارف ولا كان عايز يجرب الموضوع. كان خلي بالك في اغلب الناس بتتصل تسمع صوت تقفل، بيشوفوا حقيقي. بس انت موضوع الرقم ده عملته في اول اديشن بس؟ عملت في 2 اديشن في 2 اديشنز، بعد كده بطلت الموضوع، ما نزلتش بقى ما قدرتش الصراحه، ما قدرتش اصلا. يعني كونك انك عملتها في اول مره دي واستحملت هذا العدد المكالمات قوي، يعني عايز اكتر. يعني اول لعبتين اللي اتعملوا كانوا بجد كانوا اكتر لعبتين، يعني كان فيهم بيست سيلر كبير قوي في بيئه يعني. والحمد لله يعني كان بيجي لي بقول لك مكالمات كتير كل يوم مكالمات، واللي هو بقى في مواعيد يعني الساعه 6 الصبح والساعه 5 الفجر وبقى نايم
وبصحى ارد عادي ببقى مستمتع جدا. بس بعد كده الموضوع بقى قلب بقى خلاص يا جماعه ايوه خلاص كفايه بقى انا مش قادر خلاص كفايه. بس فدي اول تيرنينج بوينت يعني حته لذيذه. بعد كده لما بدانا نخش في عالم السوشيال ميديا وبدانا ننزل كونتنت بدانا نعمل حاجات بدات لما الناس بدات تشوف ان احنا مسمعين بقى في السوشيال ميديا والناس بدات تجيبنا في شغل كتير وفي بريميرز يعني مثلا فيزيت سعودي مثلا كلمونا في مهرجان البحر الاحمر 2024 هم لقيتهم فجاه تليفوني بيتصل برضو بعت لي واتساب عايزين ميتنج عشان عايزين نسافر السعوديه نعمل كونتنت هناك. فحسيت برضه دي تيرنينج بوينت يعني احنا وصلنا لحته حلوه جدا طبعا. فطبعا ده كله بقى في تيم بقى شغال وراه يعني رهيب طبعا في كتافلام بجد ناس ما بيناموش يعني والله يعني انجي مثلا دي كونتنت كريتور في السوشيال ميديا يعني ما بتنامش والله العظيم يعني شايله الموضوع جامد جدا. وفي بقيه التيم بقى طبعا كله شغال جامد جدا. فالحمد لله يعني دي حاجات كلها بتأدي للنجاح ده. حلو قوي. تحفه. وانت عامل مع كتافلام برضو حاجات تقريبا الكوره تقريبا عملنا عملنا حاجه كورتيزون زي برانش كده بنحاول برضه كورتيزون برضه كلهم مسكنات كلها في نطاق المستشفى. احنا لقينا الموضوع فاهم الافلام ده هنعالج بقى مين مدمنين السينما فقلنا طب مدمنين الكوره هنعمل ايه فعملنا لهم كورتيزون تمام. فهو الدبل مينينج ده الصراحه. الكورتيزون ده مرهم صح؟ لا ده كورتيزون ده حاجه دواء تقريبا يعني زي مضاد حيوي تقريبا. ايوه برضه حاجه في نفس ايوه حاجه في المستشفى عامه. وعملت حاجه تانية غير لا لسه بنحاول بقى نشوف هنطلع فين. لسه ادويه زنقه معانا شويه بنفكر في اسامي بالظبط. طيب احنا معانا النهارده العاب كتافلام دي مش كل الالعاب طبعا يعني بس طبعا احنا عندنا تقريبا اكتر من 12 لعبه. ايوه فدول يعني اللي لقيناهم دلوقتي. احنا المتعارف عليه عامه في اي برنامج يعني ان احنا او كجست وكهوست انا اللي هلعبك اللعبه. خلينا بقى نعكس المره دي بما ان انت اللي عامل كل ده. تعالوا فانا لو سالتك من هنا لبكره مش هتخسر. تعالوا انا عايز اقول لك على حاجه. انا كنت بعمل السؤال انا كنت يعني بالذات اول لعبتين اول لعبتين اللي كانت افلام اللي هي اول واحده دي اللي هي لونها شبه كانت علبه الدواء وهي كانت افلام الثانيه دي انا سؤال عامله يعني انا بالديزاين بالبوينت بالكيو ار كودز بتاعت الاجابات بكل حاجه بالمراجعات اللي بتحصل عليه يعني فاهم قصدي. كان الموضوع انا بقى حافظ رقم السؤال بترتيبه فين في المكارت في كل حاجه. فلا يعني مش هتعرف تعمل حاجه. فممكن فعلا اسالكم لو انتوا عايزين. طب انت رشح لنا حاجه تسالنا فيها. اسالكم انا فيها. انت بتقولها ليه بشر. تعالى خمن المشهد دي. جزء سين دي لذيذه. اتفضل. دي برضه لعبه من اللعب الجديده بتاعتنا. ماشي تعالوا خمن المشهد. بس دي بجد صعبه. انا في ناس على فكره بجد دي صعبه جدا. ماشي يعني دي فيها مشاهد هي اصعب فيها مشاهد والمشاهد يعني مش مشاهد عاديه هي مشاهد مستخبيه. اوكي فاهم. فدي صياعتها في كده. ماشي. فاحنا هنعمل مسابقه بينكم انتوا الاثنين اللي هيجاوب اسرع. ماشي تمام عشان نشوف. ماشي طيب التوتر ده جاهزين يعني. لا ماشي نبدا بالسهل الاول. ماشي. المشهد ده من فيلم ايه؟ ده لا. استنى انا فاكره المصلحه. صح المصلحه معلش ماشي. انا فاكر والله ماشي. فاكره. انا هخسر في اللعبه. لا حتى عادي اجيب لكم سهل ولا صعب؟ يعني شوف يعني انت. ده سهل ده ابو علي. نيلي كريم. ابو علي مريم ابو علي. نيلي كريم مين؟ بلال شكله جامد عامه. نيلي كريم لما كانت مع شاف اسمه ايه كانت هاني رمزي الثاني. ايوه شاطر. طب نحاول اللعبه بقى. طب ده هي هتجيبه اعتقد. اب البنات. ايوه كده بس بتقول 2-1 ماشي 2-1 كده. هنشوف ده لو هو جابها خلاص كده ماشي يبقى هو اللي كسب. استنى اجيب لكم حاجه سهله ولا صعبه؟ هات صعبه سهله يعني مش عارف يعني برضه رفقا بالاستاذ بجد. طب يلا ده صعب عامه. سهر الليالي. لا بجد انا مش سهر الليالي. اسف ده عمر وسلمى. ده صعب قوي. ده مشهد في شارع. انت يجي منين؟ جوزيني. ايه ده ايه الهزار ده. استنى طب اجيب لكم حاجه ثانيه. نرجع تاني للسهل. بقى فاضيين الصعب ازاي. طيب يلا جاهزين. ماشي. مش عارفه اسمه.
التجربه الدنماركيه. تجربه دنماركيه صح. تجربة بلال يا دنماركية. جماعه هو اللي ماشي. كسب، هو جامد بلال. والله انا هكسب بحب عامة عادي، بلال ممكن نلعب لعبة تانية عادي. ممكن نحطه. لا بس بجد فكره خطيره تحفة عامة بصراحه مسلية يعني. جدا. بدأنا نطور بقى في الموضوع يعني، عملنا كذا حاجه يعني، مسلسلات، افلام بتاعت انجلش، الأغاني دي عامة افلام لسه اغاني دي جديده. ايه بقى حوار هنيدي ده؟ انت ليه اصلا عملت هنيدي؟ عملت حاجه لهنيدي؟ دي حقيقه، عملنا لعبه لهنيدي. ايوه ده ليه بقى؟ انا بحب هنيدي جدا. اوكي. وهنيدي ككونتنت هتلاقيه اكتر ممثل عنده ماتيريال كافيهات مظبوط. وكاسئله وكحاجات تقدر تطلع منها كونتنت يعني. احنا برضه خلي بالك الحاجات اللي بتبقى صعبه في صناعه اللعبه دي نفسها الكونتنت. صح. لان انت محتاج كونتنت بريميوم، مش محتاج كونتنت رخيص. صح. الناس تدفع فلوس في حاجه، فانت محتاج ان هي تاخد حاجه يعني فعلا تشالنجينج، حاجه لذيذه، حاجه فن. في تعب شويه في الكرييشن بتاع الحاجه دي. فهنيدي اكتر حد عنده كونتنت ومكتبه افلام يعني، ممكن الفيلم الواحد يطلع منه 100 سؤال. الحقيقه فهي دي عشان كده احنا هنيدي اخترناه، بغض النظر انا بحبه طبعا كده وبحب افلامه كلها، بس هي دي اللي خلتنا نعمل لعبه لهنيدي نفسها. وقابلته واديتها له وكان لذيذ جدا. كان رد فعله لما شافها. لا وكان اصلا كان عارف الموضوع ان احنا عملنا لعبه. كان حد مبلغه يعني ان احنا عاملين لعبه، فكان اتبسط جدا الصراحه. ولما قابلته بقى واديتها له برضه اتبسط جدا. وكان في فيديو ليك مع منى زكي، كان في لعبه قوي حبيتها هي، كانت منى زكي كان في البحر الاحمر برضه قابلناها. قالت لك ان هو مبسوطه ان هي دي لعبه. بس احنا ساعات بنكريت حاجات اون سبوت يعني. منى زكي دي كانت لعبه كنا بنلعبها احنا مؤلفينها ليها هي تحفه. يعني عملناها واحنا هناك اصلا، ما لحقناش نطبعها او نبيعها او كده، بس هي حاجه احنا عملناها واحنا لما لقيناها هناك فقلنا لازم نطلع لها اسئله ليها والعاب ليها. لا بس انا بجد والله ان انا عشان انا كمان اشتغلت معاك فتره في كتافلام كان بجد يعني. انت مش من الشخصيات اللي هو انا صاحب الشركه فانا الناس دي شغاله عندي، لا بالعكس. هو كتبني بجد يعني. الايفنت هو اول واحد بيوصل شغال بايده في كل حاجه، بيتاكد بنفسه ان كل حاجه ماشيه تمام. فهو شمر وخش شمر وخش. لا بجد يعني من الشخصيات الجميله جدا. والله بحبك جدا قوي بجد. والله وانا كمان قوي النهارده قوي. وانا كمان والله بجد هكسب الماني يعني كده يعني فاهم. انا الناس بتتخانق معايا احنا عايزين العاب افلام النهارده، لازم اجيب لكم كله كده خلصوا دول وكده اجيب لكم تاني خلاص والله اتفقنا بجد. وشكرا جدا ليك. العفو والله اتبسطت معاكم والله. انا مبسوط جدا معاك والله. يعني وجود لك في الجاي كله يا رب، والتوفيق كله ان شاء الله. ميرسي. شفتوا ازاي كتبني جابها من تحت يا جماعه؟ بس تحت قوي بس. وكده احنا خلصنا الحلقه مع الجامد جدا جدا فاوندر وصانع كتافلام مصطفى الكتاتني. وان شاء الله نشوفكم في الحلقه اللي بعدها. سلام.